إلينا سالم الدوسري. سالم يعطيك العافية. عطفا على التقدم مرتين، نقول هارد لك أو أن النقطة خارج الأرض أمام منافس تقليدي إيجابية، كيف شايف الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله على هذه النتيجة، وهذه مباريات فوز وخسارة، والحمد لله طلعنا بأقل الخسائر رغم الظروف اللي عندنا ورغم الإصابات والنقص اللي عندنا، بس الحمد لله وخارج أرضنا فتعتبر نتيجة إيجابية لنا. التقدم مرتين كانت فرصة للهلال بحصد النقاط، إيش اللي سبب التراجع هذا؟ لا أبدا، بس يعني تعرف أنت تغييرات عندنا شوي، يعني رهقتنا وحكم يعني تلعب الحين وقت إضافي زايد، فالحمد لله على كل حال طلعنا بأقل الخسائر وما انتهينا، لسه باقي مشوارنا طويل. يعني آخر الدقائق كان الضغط عالي عليكم كلاعبين في الملعب، إيش السبب؟ هل هو أجواء مباراة عموما ولا كان الموضوع يعني لياقي ولا كيف كان بالضبط؟ لا مو بلياقي، بالعكس تعرف لازم أنت تحافظ على هذه النتيجة وتطلع بأقل الخسائر، فهذا اللي حصل. اليوم احتفالية جديدة غير اعتيادية، الجمهور كان ينتظر الخلط، شاف احتفالية جديدة. لا بالعكس، أنا أحترم كل الجماهير واحتفالية هذه أكيد اللي ساندوني وأهلي وزوجتي وعيالي كلهم، فهذه أقل شيء أقدم لهم وأقدم للجمهور صراحة. شكرا سالم. الله يسعدك. شكرا لسالم.